السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده موضوع حصل، يعني حاجه حصلت مضايقاني جدا، وقلت اطلع اتكلم لان الموضوع فعلا مستفز. اللي ما يعرفش ابتسام القاضي دي مين؟ ابتسام القاضي دي بنت ظهرت من فتره على السوشيال ميديا. بتشجع البنات ان هم يلبسوا دريسات ويلبسوا واسع. هي عملت اصلا مبادره وعامله بيها هاشتاج اسمها البسوا واسع. اظن اغلب البنات عارفينها. يعني كل الحكايه ان هي بتطلع بلبس واسع شيك، بالوان معينه، منسقه الالوان بشكل حلو، ولابسه حاجات شكلها حلو جدا، وحاجات طالعه جديده، وحاجات على الموضه، عشان تحبب البنات ان هم يلبسوا الحاجات دي، يلبسوا واسع، يرجعوا بقى لبس الفساتين ولبس الجيبات والحاجات الواسعه والعبايات اللي شكلها كويس وستايلها حلو، وفي نفس الوقت يبقى موضه، وفي نفس الوقت الوان تكون حلوه وتشد البنات وتجذبها. وفعلا اللهم بارك، بنات كتير جدا مشيت وراها، وبنات كتير بدأت تقلدها وتقلد ستايل لبسها، وستايل لبسها اغلبه كويس. انا هحط لكم الصور بتاعتها برضو عشان تحكموا بنفسكم. تلبس ستايلات طالعه جديده وستايلات شيك جدا، وبتظبط اللبس على بعض، وذوقها ما شاء الله حلو. بتظبط اللبس على بعضه بحيث ان فعلا البنات تتشد من الستايل ده وتتشد من اللبس ده، وتبدا تقلدها وتمشي وراها. وشفت بنات كتير بدات تعمل ده وتتصور وفرحانه بالستايل الجديد وفرحانه بالشكل الجديد. وانا شايفه ان هي غيرت في بنات كتير جدا، وشجعت بنات كتير جدا ان هي تلبس ده. انا اصلا عندي جروب زي اسلامي، او يعني بشتغل فيها. بصراحه والله العظيم من غير مجامله، ولا نعرف ابتسام ولا نعرفها اصلا شخصيا، يعني انا عارفاها بس على السوشيال ميديا. مفيش بيني وبينها اي تواصل. بلاقي بنات كتير بتبعت لي ان هي لسه اول مره تلبس خمار ماليزي مثلا، او عايزه تغير ستايل لبسها، كانت بتلبس بناطيل، او حتى واحده مش محجبه خالص وعايزه تلبس حجاب، تقول لي انا عايزه مثلا طب وريني ستايلات. ودايما بيبعت لي صورها، والبنات تقول لي انا عايزه من الستايل ده، طب عندك زي كذا، عندك خمار زي كده، عندك دريس زي ده. ودايما بلاقي البنات مشدوده لللبس ده وعايزه تلبسه وحباه، وبدات تتغير فعلا. وبنات كتير كلموني وقالوا لي احنا اول مره لسه مش عارفين نلبس ايه، وبعتين الستايلات دي، وهو اللبس ده اللي حببهم في الواسع، وحببهم في الالتزام، وحببهم في التغيير. يعني انا مش شايفه البنت عملت اي حاجه وحشه، ما شاء الله عليها. حتى لما بتكون لابسه لبس، يعني انا شفتها كذا مره، بتكون مثلا لابسه لو مقصره الطرحه شويه، بتفضل توضح للبنات في الفيديو او في البوستات الطرحه مثلا مقصراها شويه، لان العبايه فضفاضه، العبايات مثلا الخليجي دي، او اللي هي الحاجات الادناءات والحاجات الواسعه، بتشرح لهم، بتوضح لهم عشان محدش يقلدها ويروح يلبس طرحه مثلا قصيره على حاجه تكون مجسمه شويه. تقول يا مناد انا مقصره مثلا الطرحه هنا شويه لان العبايه واسعه او فضفاضه، لان انا مثلا لابسه على ادناء. ودايما برضو بتبقى قايله ان هي مش احسن واحده، ولا هي، وان هي تسعى تبقى احسن، وانها نفسها تبقى احسن. انا مش شايفه ان هي ارتكبت اي ذنب، ولبسها ما شاء الله حلو، وذوقها كويس، وطرحها طويله كلها، ولبسها محتشم جدا. ولا بتقول للبنات حطوا مكياج، ولا بتقول للبنات روحوا اتكلموا واعملوا معرفش ايه، ولا رقصوا، ولا اعملوا عشان حد يهاجمها الهجوم ده. المهم ان هي اثرت في بنات كتير فعلا، كتير قوي. وبنات كتير غيرت من لبسها، كانت بتلبس بناطيل، او كانت بتلبس حاجات ضيقه، او كانت بتلبس جيب مثلا صك او كده، او كانت محجبه خالص، وبداوا يقلدوها، وبداوا يقلدوا اللبس ده، وبداوا يحبوا اصلا اللبس الواسع والفضفاض من الستايل اللي هي بتلبسه، من الصور اللي هي بتنزلها. فهي اثرت في بنات كتير، وعملت حاجه فعلا، وغيرت كتير. وانتوا لما تشوفوا صورها وهتشوفوها هتعرفوا بنفسكم ان لبسها ما فيهوش اي حاجه. لبسها كله واسع، كله طرح طويله او خمارات طويله. مش فاهمه بقى لحد كده تمام. لما تيجي بقى بنات شايفه ان هي ملتزمه اكتر عشان بتلبس غامق، او عشان بتلبس اسود، او بتلبس دايما غوامق، شايفه ان هي كده ازاي اجرمت ان هي لابسه دريس مثلا ولابسه عليه طرحه فاتحه، او بتلبس فواتح، او بتلبس الوان. ايه الازمه في الالوان اصلا؟ انا مش فاهمه. هي لابسه لبس واسع، ولابسه حاجات فضفاضه، ولابسه ستايلات حلوه جدا ومحتشمه ومحترمه، ودايما البنات بتقلدها في ده. انت ايه اللي مضايقك؟ انت مثلا لو لابسه اسود عملتي ايه؟ شجعتي البنات على ايه؟ وغيرتي ايه في البنات؟ اثرتي في حد؟ عملتي حاجه؟
ولا انت داخله تنتقدي وخلاص؟ ليه تحاسبيني عليها؟ يعني لما اشوف، انا شفت بجد واحده مشيره لها او كاتبه عنها بوست، وتقول لها انت هتبقي سبب، او هتاخدي ذنب كل البنات اللي بتفتنيها. فتنه ايه؟ فتنه ايه اللي هي عملتها؟ انت مش شايفه الفتن بجد اللي البنات فيها؟ يعني انت مش شايفه بجد البنات بتعمل ايه؟ بقت الفتنه ان هي لابسه طرحه مشجره، او لابسه خمار لون فاتح، او لابسه دريس معرفش لونه ايه. يا ريت كل البنات تبقى لابسه كده، ولابسه ستايلات واسعه، ولابسه دريسات، ولابسه حاجات طرح طويله، او الوان، على انها تبقى ماشيه بشعرها خالص، او على انهم يبقوا لابسين ضيق، او على انهم يبقوا لابسين طرح ومبينين شعرهم او حاطين مكياج. انتوا سايبين الفتن دي وبتتكلموا على الدريسات والطرح اللف الطويله عشان الوان بس، دي بقت فتنه؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهم. انتوا مش شايفين البنات التانية، او مش شايفين الفتن اللي احنا فيها فعلا؟ مش شايفين الظاهره اللي انتشرت جدا، خلع الحجاب وخلع النقاب والقصص اللي بتطلع والمكياج والحاجات دي كلها، والبناطيل والانتكاسه البنات بقت فيها، من نقاب اللي تلاقيها فجاه بقت لابسه بناطيل وحاطه مكياج بقى، وشويه بتقلع طرحه خالص. ودلوقتي جايه تقولي على واحده بتساعدهم ان هم يرجعوا يلبسوا واسع ويرجعوا يلبسوا دريسات. فبجد بجد حرام، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد او واحده قالوا عليها كلمه مش كويسه او تسببوا في الاذى ليها ده. بدل ما يشكروها ويذكروا فيها حاجه كويسه ويشجعوها اكتر، ويشجعوا البنات اللي هي ان هي تبقى زيها اكتر، ويبقوا فرحانين بالنموذج ده. ويا ريت كل البنات تبقى كده، ويا ريت كلنا نبقى كده، ان احنا نأثر في البنات حوالينا، ونأثر في المجتمع، ونعمل حاجه كويسه، بدل ما نشجعها وندعمها نبهدلها بالطريقه دي ونخليها تبقى منهاره بالشكل ده. بجد بجد حرام ان احنا نفسنا كبنات نقطع في نفسنا ونبهدل في نفسنا بالطريقه دي، بدل ما نشجع بعض ونقف جنب بعض ونبقى فرحانين بجد بالمثال اللي زي ده. فهمتوها ان هي حبت عايزه شهره وعايزه تبقى معروفه وعايزه فلوس من السوشيال ميديا. انتوا ما دخلتوش في نيتها. حرام حرام اللي بتعملوه ده. رب يجعله في ميزان حسناتها، وربنا يهديكوا يا رب. يعني مش عارفه اقول ايه. ربنا يهديكوا. المفروض نشجع البنات دي بدل ما نبهدلها بالشكل ده. ويا رب يا رب نشوف كل البنات زي ابتسام كده.